الزمالك ما بيتحركش عشان يجدد عقود لعيبته اللي هتنتهي الا لما النادي الاهلي بيخش طرف او النادي الزمالك يعني يحس بخوف. وده اللي حصل الفتره اللي فاتت. من هنا ما كانش حد لسه يعرف الخبر ده. من حوالي 4 ايام قلنا ان حازم امام النادي الاهلي بيفكر فيه، وقعد احد المسؤولين في النادي الاهلي قعده مع حازم امام عشان يكلمه ان هو يعني في موضوع انتقاله للنادي الاهلي، ويعني حصل جلسه، وفي بعض بقى الوكلاء شغالين في القصه دي عشان حازم امام ينتقل الى النادي الاهلي الموسم القادم. احنا اللي كنا فتحنا الخبر ده، وكان مفاجاه في برنامجنا، ما كانش حد يعرفه خالص. والنادي الاهلي بيفكر كويس ان النادي الاهلي محتاج ظهير ايمن في ناحيه اليمين، وانا قلت لكم ده المركز اللي دايما النادي الاهلي محتاجه. ممكن احمد فتحي في اي لحظه يجي له عرض خارجي يرحل، واحمد فتحي سمع ان هو جاي له عرض من فريق اتحاد جده السعودي، والعرض ده وصل الى النادي الاهلي. فالاهلي بيفكر في حازم امام. الزمالك عنده مشكله، ما بيفكرش ان هو يجدد عقود لعيبته الا لما يلاقي خطر بقى ان اللعيبه دي هتمشي، ويطلع بقى يقول لك مثلا ايه، يسالوا اللعيب يقول لك لا انا ما اعرفش. لكن حازم امام سالوه قال لهم في كلام من النادي الاهلي فعلا. فكابتن ايمن يونس طبعا المسؤول دلوقتي عن ملف كره القدم من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، هو اللي هيقعد مع حازم امام يوم السبت عشان يسارع بتجديد عقد حازم امام ويتفقوا معاه على بنود التجديد. طيب ده بالنسبه لحازم امام، ونفس القصه